واحد ينطق بكلمة يقول أني شيعي أو سني أو كردي أو عربي، احنا رأسا نفصله ونطرده خارج الجهاز. جهاز مكافحة الإرهاب أقوى وحدة للقوات الخاصة في الشرق الأوسط، هذا ما أكده الجنرال ديفيد بيترايوس مطلع آذار الجاري. وكان تقرير أمريكي قد وضع الجهاز في الترتيب 12 على مستوى العالم، والأول على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط. في أواخر العام 2003 أعلن عن تشكيل لواء العمليات الخاصة، أو ما سميت بالفرقة الذهبية، بإشراف قوات التحالف. وفي أبريل من العام 2004 نشر مدير مكتب لوس أنجلوس تايمز ومراسلها في العراق توني بيري تقريرا ميدانيا يصف سوء أوضاع القوات العراقية الناشئة آنذاك، ويتحدث عن مجموعة عسكرية واحدة صمدت في معركة الفلوجة. ويصف التقرير الكتيبة 36 التي ستشكل لاحقا نواة الجهاز بأنها متعددة الطوائف والقوميات، وأنها تمثل نقطة مضيئة. في العام 2007 تم تشكيل جهاز مكافحة الإرهاب، والذي ضم لواء العمليات الخاصة آنف الذكر وغيره من تشكيلات الجهاز. يتميز الجهاز بالانضباط المهني العالي والدقة، ولا يتدخل قادة الجهاز بأية مناكفات سياسية أو طائفية، ولم يخض الجهاز معركة دون أن ينتصر فيها منذ تشكيله وحتى المعارك الأخيرة لاستعادة ما تبقى من ساحل الموصل الأيمن. رئيس جهاز مكافحة الإرهاب هو الفريق أول ركن طالب شغات الكناني من مواليد محافظة ميسان، درس في الاتحاد السوفيتي وجمهورية مصر العربية، ويقود الجهاز منذ تشكيله عام 2007. أما قائد قوات الجهاز فهو الفريق الركن عبد الغني الأسدي من مواليد محافظة ذي قار، شارك في حرب تشرين ضد إسرائيل وقاد القوات في أغلب المعارك منذ 2014. ويقود عمليات الجهاز الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، ويشغل منصب نائب قائد القوات الفريق الركن عبد الغني الأسدي، وهو من مواليد محافظة ميسان ويسكن العاصمة بغداد. درس في محافظة نينوى. وللجهاز 3 قيادات للعمليات الخاصة، يقود الأولى اللواء فاضل برواري من مواليد محافظة دهوك، وقائد فرقة العمليات الخاصة منذ 2003 التي كانت نواة جهاز مكافحة الإرهاب. بينما يقود العمليات الخاصة الثانية لواء الركن معن السعدي من مواليد محافظة بغداد. ويقود العمليات الخاصة الثالثة لواء الركن سامي العارضي من مواليد محافظة القادسية. في آب الماضي أقر البرلمان قانونا لجهاز مكافحة الإرهاب تتوسع بموجبه مهام الجهاز لتشمل التحقيق ومراقبة الاتصالات وتبادل المعلومات مع الأجهزة النظيرة في الدول العربية والأجنبية. وبحسب القانون فإن الجهاز ينسق مهاما دبلوماسية مع وزارة الخارجية لكسب تعاون الدول المجاورة، ويمارس رئيس الجهاز صلاحيات وزير، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة بشكل مباشر. ولعب الجهاز دورا بارزا خاصة بعد انهيار مؤسسة الجيش أبان عهد الحكومة السابقة، ويتمتع بشعبية عالية كما يعول عليه في تمثيل قوات مسلحة عراقية وطنية في ظل تعدد القوات المذهبية والعرقية.